يلا نرص مع بعض ورق العنب بالطريقة التحفة الجميلة ديت، ونعرف ايه السر اللي يخلي الحلة بتاعة ورق العنب بتاعتنا شكلها جمدان كده، اللهم بارك. وبعد ما يستوي يبقى برضه حلو قوي. إيه اللي بتعرف تعمل ورق العنب، كلنا بنعرف يعني، تروح على دقيقة 2 على طول وفيها ازاي نرص. طبعا احنا اول حاجة بندي البصلة بتاعتنا لون، وانا بقطع البصل كبير يا جماعة، وقطعت معاه قرن فلفل. وبعد ما بقوا حلوين كده حطيت عليهم الطماطم. في سر هنا انا بعمله في خلطة المحشي، ان انا بحط معلقة اكل كبيرة، بحطها سكر. دي بتعمل ايه بقى؟ بتشيل الحموضة خالص. تمام. وبعدين حطيت الملح والفلفل والكمون ومكعب مرق الدجاج على الخلطة بتاعتي، وقلبتها كويس واستنيت عليها لما ايه تتسبك وتبقى حلوة. اتسبكت وبقت جميلة ما شاء الله. قمت جاية الرز بتاعي نقيته، طبعا ما غسلتوش، رز المحشي مش بنغسله. وحطيته على الصلصة، وطبعا طفيت على طول، ما استنيتش لا يتشرب ولا اي حاجة، عشان الرز يفضل مفلفل. بس كده قلبته، وحطيت عليه الخضرة بتاعة المحشي طبعا، وبرضو بنكون منقينها كويس وكده. وبعد ما قلبتهم بقى كلهم في بعض، وخلاص المحشي كده بقى عندي هنا الخلطة، والناحية التانية كنت سلقة برضو ورق العنب. فخلاص بقى بحب اروح مكان واسع كده عشان نقعد براحتنا ونرحرح ونحشي. من الحاجات اللي بتسهل علينا خالص موضوع ان احنا نحشي ايه، ان احنا نجيب زي سرفيس كده كبير نحط فيه الخلطة، بلاش تبقى في صينية او في حلة بتوجع ايدينا واحنا بنحشي. دي ملحوظة صغنطة. طيب، ايه السر هنا النهاردة ان شاء الله اللي احنا يعني ظبط معانا قوي الرصة كده؟ إيه هقول لكم. هو اللفة بتاعت ورق العنب، انا بصراحة كان نفسي اجيب اللي هي اللفافة، على اساس ان هي تسهل معايا. وبحب ايوه ان انا اعمل ورق العنب يكون مش مجعلص، يكون رفيع ومش شرط يكون صغير، يكون رفيع وطويل، حتى لو طويل قوي يعني، بس المهم ان هو يكونش تخين. فقلت بقى ايه اللفافة هتظبط معايا يعني، فما لقيتهاش. المهم قلت ايه، طب اجربي طريقة الكيس، انتي اصلا كنت بتعمليها زمان وكده، فاعمليها دي. فكانت هي بقى حلوة جدا ما شاء الله، وبصراحة اعتمدتها يعني. بصوا ايه اللي بيحصل هنا. احنا بنحط الحشوة بتاعتنا عادي، وبنقفل على الرز يمين وشمال، وبنيجي من الجنب دوت نجيبه كده، والجنب دوت نجيبه كده كده، احنا قفلنا كويس. لما بنضغط هنا بقى على الرز بنفرغ هبينها لكم هنا. لما بنضغط على الرز بالكيس، بنضغط عليه لورا، بنزقه كده لورا، اللي هو ايوه انا هنا كده ايه. آه ايوه، والف بقى كده، اسحب الكيس من فوق، من فوق ايدي على قدام، وايدي اللي هي ماسكه الرز بتضغط لورا. هعملها لكم تاني. بصوا احنا اهو بنحط الحشو خلاص، وبنجيب الرز بنقفل عليها من ورا، اللي هي الحتتين دول، والجوانب بنلفها يمين وشمال بحيث الورقه تكون ممسوكه كويس. الكيس بيعمل ايه؟ هو بيساعد اللف، بس بيساعد اللف ان هو عارفين زي ما يكون بيفرغ هوا. اهو بصوا ما شاء الله. المهم بقى قعدت ارص جنب مني وما احطش في الحله، ارص كده في الصينيه، لغايه بسم الله ما شاء الله أنا لقيت نص كيلو، اللهم بارك، رمى كتير ما شاء الله. المهم بعد ما رصيت كتير بقى كده بره الصينيه، قلت ايه خلاص كله هلف وهحطه بقى في الحله. لما لما رصيت مره واحده، مش اللي هو انا اعمل صباع واحطه، اعمل صباع واحطه، لا، لما رصيته كله مره واحده لقيته بسم الله ما شاء الله مرصوص حلو قوي، زي اللي احنا بنشوفه في اعلانات التلفزيون وكده. لا لا، جميل بسم الله ما شاء الله. فبصراحة اعتمدت الطريقة ديت وحسيتها ان هي تحفة جدا، وقلت اشارككم بيها عشان كلنا نستفاد يعني وكده. بس في تكة كمان. تكة كمان، اللي عايز يجربها يجربها، واللي مش عايز يجربها براحتكم خالص، بس دي حاجة انا جربتها وبصراحة نفعتني وبراحتكم. ان انا لما بيكونش عندي شوربة، انا بسقي المحشي بتاعي ايا كان هو كرنب او ورق عنب، بسقيه لبن. الناس اللي هتعرف يا جماعة، ولا تزعلوا نفسكم ولا كأنكم شفتوا حاجة، ما تعملوش كده. اللي عايز يجرب مرة، ما احنا مش بنعمل محشي مرة واحدة في الدنيا، احنا بنعمل محشي كل شوية، بنعمل محشي.
بس المهم جربوا لو انتوا حابين، مش عايزين تجربوا براحتكم. حطيت طبعا طبق بيوركس ولا الاركوبال ده صغنطوط على وش المحشي. بصوا بقى اللبن هو مجبن كده او عامل زي طعم المرتة. بصوا طعمه تحفة، والله العظيم تحفة وخرافة يعني. المهم سقيته بقى وده استوى، وكنت عايزة بقى اقلب الصينية الحلة، حاسة بقى انجاز انجاز انجاز، بصراحة انجاز. كون ان انا اقعد على نص كيلو ورق عنب بانجاز. الله المستعان. المهم واحنا بنعمل الاكل يا جماعه دايما نجدد نيتنا ونقول اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. احنا بنعمل الاكل عشان خاطر ناكل عيالنا ونبسطهم وكل حاجه، ايوه تمام. بس برضو لله كل عمل احنا بنعمله وهو فيه تعب، علشان ربنا يجازينا عليه خير، وعشان ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش ابدا اي حاجه حلوه احنا بنعملها، لكن البشر بتنسى. فاحنا نجدد دايما نيتنا ان ربنا يجعل العمل ده خالص وجهه الكريم. بس كده كان عندنا بقى تورتة محشي تحفة، يعني كان ناقصها شمعة في النص بصوا، اللهم صل على النبي. والله بسم الله ما شاء الله كان تحفة، يعني كفاية ان احنا كنا عاملين نحتفل. وبص اللهم بارك، يعني احنا كلنا منه حبة حلوين خلاص قربنا نشبع، والرصة مرصوصة. شايفين الجمال. يلا بحبكم، انا دينا الشناوي، بحبكم وبعمل اكل بالحب. لو عجبكم الفيديو تابعوا قناتي.